انا بعت كليتي عشان المخدرات. الادمان غير حياته. رحله المخدرات بتاعتي 15 سنه، يعني انا متاخد مني كليه وضلع. عمل حاجات ما تتخيلهاش. انا ضارب حاجات ما تفوقكش 3 4 ايام ورا بعض. مخدرات انا بشرب حاجات تجيب بطخ كده. مخدر واحد مش كفايه. انا مدمن، ادمانك بيعلى، تحط مخدر على مخدر عشان توصل لنفس السعاده اللي انت عايزها. بدا يروح لطريق ما فيهوش رجوع. تاخد النفس من هنا ولا مشاعر ولا احاسيس، ادمان يبقى خطير. انا والمخدرات وانا خسر اهله. ابتدى اخويا ليفله يعلى في الضرب، ضرب مات. وخسر نفسه. جربت حته المنشط ديت لغايه ما يحصل لي اوفر دوس واقوم نايم كده. المخدر وصله لمرحله الجسم مش قابلها. بضرب مخدرات، جسمي مش قابل ان هو يضرب مخدرات تاني. النهارده هنحكي قصه من اغرب القصص اللي هتسمعها. انا مش عارف انا بحكي الكلام ده بسهوله كده ازاي. متاكد انت عايز تظهر وشك؟ اه طبعا متاكد ان انا عايز اظهر بوشي، علشان دي هتبقى رساله جميله جدا. معاك محمد مسعود رزق، مدمن متعافي بفضل الله، مبطل سنتين. بدأت موضوع الإدمان دوت وأنا عندي 16 سنة 17 سنة، من أيام المراهقة لغاية ما كبرت. ابتدت رحلة الإدمان من ساعة ما خرجت على الناصية بره. كان يوم جمعة وكنت قاعد على الناصية ديت مع حد، وكان في مكتب بتاع حفلات فاتح عندنا على الناصية ديت. فواحد صاحبي عرض عليا ان انا انزل اشتغل معاه في المكتب، والمكتب ده كان فيه مدمنين. فانا كمحمد كان بيبقى عندي حب استطلاع، لقيتهم بيلفوا في المكتب قدامي مخدرات وبتاع والكلام دوت. فانا خلاص اللي هو ايه، قلت اجرب. انا حب الاستطلاع والفضول هو اللي وداني في ده، هو اللي دخلني في المخدرات اصلا. فقلت له هات كده نفس ومش عارف ايه. بدايه المشوار دي خدت النفس من هنا، انا فصلت يا كريم، فصلت عن الواقع. انا حسيت ان انا فريش خالص، الدنيا جميله. اللي ضربني بالمخدرات ده ما كانش بيشرب الكلام ده بس، اتفاجئت ان هو ليه في الكيمياء والكلام ده. فطلع قدامي حبات منشط كسرها 4/4، وفي فتفوته صغيره كده كانت واقعه من ربع. فقلت له اجرب. جربت حته المنشط ديت، حسيت ان انا فرحان، زودت الدوبامين في دماغي ومش فارقه معايا، مش حاسس بحاجه، بشيل الحاجه وبشيل وبحط الحاجه. في ناس بتتعب، انا ما بتعبش. انا بيرفكت، انا ماليش حل. فعجبني الموضوع دوت.